كفتة العيد هتعمليها بالتكات اللي هقولك عليها. عايزه اقولك قد ايه متماسكه وجميله جدا ومفلفله معانا زي ما انت شايفه، وبنص كيلو لحمه مفرومه هنعمل كل الكميه اللي قدامك دي. بجد تحفه متماسكه معانا زي ما انت شايفه، ولا فكت ولا حاجه. اول حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول ويلا بينا في مقاديرنا على طول. عندي هنا ربطتين، واحده من الشبت وواحده من الكزبره، هاخدهم اقطعهم زي ما انتم شايفين كده بشكل عشوائي خالص. وهنبدا هنا كمان عندي بصلايه برضو هقطعها بطريقه عاديه جدا، مش لازم مكعبات صغيره، لان كل ده في الاخر هنشوف هنعمل فيه ايه. ماشي. وبعد كده عندي هنا ايه تاني يا ولاد؟ قولوا معايا. عندي قرن فلفل اخضر زي ما انتم شايفين كده، وكمان بقى لو حامي او مشطشط بيدي كمان الوصفه تيست حلو قوي. عندي هنا حوالي 4 فصوص من الثوم هقطعهم كمان بالشكل ده، وبرده هحطهم على الخضار اللي احنا قطعناه بالشكل ده. طيب كمان هنجيب هنا نص كيلو من الرز غسلينه كويس قوي وصفيناه، وبعد كده طحناه في الكبه عشان يكون ناعم معانا بالشكل ده. هنحط بقى على كل المكونات اللي احنا عملناها دي وعلى نص كيلو الرز هنحط كمان نص كيلو لحمه مفرومه، وكمان معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنظبط كمان الملح بتاعنا بالشكل ده. ويا حبذا بقى لو حطيتي ربع معلقه صغيره من السكر، ايوه من السكر، مش هتبان خالص بس بتدي تيست حلو جدا جدا في اي طبخه بتعمليها، مش بس في الصلصه. تمام كده. طيب حطينا بقى كل المكونات دي على بعض، قلبناها تقليبه حلوه، وفي المفرمه بتاعتنا او في الكبه بتاعتك وفرومي كل المكونات دي. هنعمل النهارده بقى احلى كفته رز يا جماعه. عايزه اقول لكم سهله وبسيطه وجميله وموفره جدا جدا، ما شاء الله عملت معايا كميه وفيره جدا جدا. هنا خلاص انا فرمت كل المكونات زي ما قلت لكم في المفرمه، عملت معايا ما شاء الله كميه محترمه. هاخدها بس كده احطها في التلاجة حوالي 10 دقايق تشمع معايا، عشان اعرف كده يعني تكون متماسكه، واعرف اني انا اشكلها كويس قوي. تمام. ممكن تشتغلي فيها على طول. هنا على بال ما دخلتها التلاجة بقى قلت تتشمع شويه، هنعمل بقى الصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا عباره عن شويه زيت كده محترمين في الحله، نزلت عليهم ببصلايه كبيره مفرومه وكمان فصين من الثوم، وهبدا انزل بالطماطم بتاعتنا المعصوره ومتصفيه بالشكل ده. هسيبها بقى تتسبك معانا، وتعالوا نرجع للكفته بتاعتنا ونشوف عامله ايه. زي ما انتم شايفين هنا خلاص طلعتها من التلاجة وما شاء الله بقت ماسكه نفسها كده، اقدر بقى اشكلها هنا بكل سهوله. زي ما انتم شايفين ناعمه جدا معايا وزي الفل، ما خدتش مني غير وش واحد بس في المفرمه، لاني الرز طبعا ناعم. تمام كده. فهنبدا هنا بقى نشكل كده، نجيب بقى الطبق بتاعنا او الصينيه بتاعتنا ندهنها بس بالزيت، ونجيب بوله صغيره فيها زيت، ونبدا بقى كده نصبع الكفته بتاعتنا على المقاس اللي انت عايزاها. عايزه اقول لكم ان الكفته دي مش بلحمه جملي ولا اي حاجه، وهتشوفوها في الاخر متماسكه وجميله جدا جدا. شايفين كمان الكميه اللي طلعتها؟ عايزه اقول لكم طلعت كمان طبق كمان زي الطبق الكبير اللي انتم شايفينه ده، ما شاء الله طلعت معايا كميه حلوه قوي قوي. هبدا هنا عندي بقى زيت ساخن على النار، هنبدا بقى نقلي الكفته بتاعتنا بالشكل ده. حطي لايك بقى واعملي شير للفيديو بالله عليكي. تمام كده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله متماسكه جدا وزي الفل، وزي ما قلت لكم مش بلحمه جملي، بلحمه بلدي عاديه جدا جدا. تمام. ولا هتفك معاكي ولا اي حاجه، بس ملحوظه وهي زي ما انتم شايفين، بس انا بوريكم هنا ان هي بصوا ما شاء الله عليها ماسكه نفسها ومستويه وزي الفل. عايزه اقول لكم تقريبا كده ربعها اتاكل يا جماعه واحنا بنحمر. قولوا لي مين عندكم كده بنفس الطريقه اتاكل نص الكفته على بال ما بتخلصوها في التحمير. تمام. من الولاد بقى ما شاء الله كده، واحنا نفسنا ونقعد نلقط منها طول ما احنا بنحمر فيها. بس كده. كمان عملت شويه هنا، الولاد قالوا لي اعملي لنا شويه كده كور صغيره بيحبوها، هي العجينه واحده ولكن الشكل بس الولاد بيحبوا يغيروا فيه. بس كده خلصنا هنا التحمير. بوريكم هنا ان هي ما شاء الله متماسكه جدا جدا. طيب زي ما قلت لكم هنا بقى خلاص الصلصه بتاعتنا جهزت وبدات ان هي خلاص تتسبك. هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا، وهي بس عباره عن معلقه صغيره من السكر، معلقه من الملح او الملح ده اختياري طبعا، ومعلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومكعب من المرق وده طبعا اختياري. بعد ما اتسبكت معانا شويه كمان بالتوابل بتاعتنا، هبدا بقى هنا انزل بالكفته زي ما انتم شايفين. طيب احنا زي ما احنا قلنا دي كفته يا جماعه بلدي خالص، تقدروا تعملوها باي لحمه حتى لو اللي هي انتوا بتجيبوها اللي هي الجاهزه من السوبر ماركت. تمام. بس خدوا بالكم ان هي دي مش لحمه جملي، بس هي ما بتاخدش سوا على النار. زي ما انتم شايفين اهي ما شاء الله الواحده بوحدتها يا بنات. هنا بعد ما خلاص طفيت عليها بصوا زي الفل، وقدمته بقى مع الرز بالشعريه. بصوا دايبه دوب في ايديا وجميله جدا. وزي ما قلت لكم خدوا بالكم من سواها على النار، ما بتاخدش سوا كتير. بس كده. وقدمتها باللفت والرز بالشعريه، والف هنا وشفا. جربوها ان شاء الله تعجبكم، واكلوا ولادكم ودفوهم كده في الشتاء والايام الساقعه اللي احنا فيها دي. ما تنسيش بقى لايك وشير عشان غيرك يستفاد بالوصفه. مع السلامه.